حياة المسلمين، ومظاهر قلة الحياء كثيرة متنوعة، وحسبي أن أذكر بعضها واللبيب بالإشارة يفهم. أعظم المواطن التي غاب فيها الحياء أن يغيب من النساء، وقد قال أهل العلم إن حلية المرأة الحياء، لا يتصور أن توجد امرأة من غير حياء، فامرأة بلا حياء أشبه ما يكون بالأنعام، بل الأنعام أجل. ولهذا لما وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان أشد حياء من العذراء، أي الفتية في خدرها. ولكننا رأينا في هذا الزمن قد غاب الحياء من العذراء ومن العجوز الشمطاء، بل غاب من النساء بالكلية إلا ما رحم الله جل وعلا. ومن غياب الحياء خروج النساء كاسيات عاريات، لا يستحين من الناس ولا من رب الناس، بل لا تستحي من أبيها ومن أخيها ومن ابنها ومن عمها ومن خالها. ضاع الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه، وأصل الحديث عند البخاري ومسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: سيكون في آخر الزمان في أمتي رجال يركبون على السرج كأمثال أو كأشباه الرحال، يحطون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنهن فإنهن ملعونات. فإذا ضاع جلباب الحياء ضاع الجلباب الظاهر. ورحمة الله تعالى عليه على نساء الصحابة وعلى أمهات المسلمين، استحين من الله حق الحياء، فكن يستحين حتى من الأموات في الأجداث، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فكنت أضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما دخلت بيتي إلا وشددت علي ثيابي حياء من عمر. وأين عمر؟ إنه في الحفر. فكيف بالنساء؟ ونحن قد أقبلنا على فصل الصيف، وللأسف صار شعاره العري وصار شعاره التبجح، فضاع الحياء كما قلنا من العذراء، بل حتى من العجوز الشمطاء.